السلام عليكم، يا اهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم بيت سوبر مامي. النهارده الفيديو بتاعنا ان شاء الله فكرته حلوه قوي. هنحاول مع بعض كده نجمع وصفات للفطار والغدا والعشاء تكون مخافضه التكاليف 50 60 70، يعني هنشوف. وطبعا الغدا بيكون فيه ساعات وصفات يعني متكلفه شويه. الفطار يا اما مثلا زي ما حضراتكم شايفين كده الفلافل اللي احنا بنعملها مع بعض النص مقليه، بتنفع قوي قوي الصراحه. الفول اللي بندمسه في البيت بينفع جدا. تحطوا عليه طحينه، تحطوا عليه فلفل اخضر حار بارد زي ما انتوا عايزين. وطبعا احنا بعد كده بنروح واخدين الفلافل نص مقليه دي، ونبتدي ندخلها في القلاية الهوائية ونحط عليها طبقة كده من السلطة، الحاجات اللي زي كده. الصراحة بتخلي السندوتشات طعمها حلو. فكرة تانية ان احنا هنجيب طماطمتين بس هنقطعهم وهنبتدي نحط عليهم بيضتين بالظبط مقليين، تمام. طبعا تقدروا تزودوا عدد كمية البيض، تقدروا تعملوا صينية كبيرة، مثلا صينية كده كبيرة تعملوا فيها الوصفة. لو انتوا عدد افراد اسرتكم كبير، طبعا ممكن برضو نقدم معاه الفول بليلة. اللي الناس سألتني يعني ايه، ولا حاجة، هو فول عادي جدا اللي احنا عاملينه. وبيكون عندنا احنا كمان عاملين بليلة بنخلطهم مع بعض، هو مشهور يعني في اسكندرية. طبعا الجبنه القريش من الحاجات اللي هي حلوه قوي، تقدري تحطي عليها جبنه اسطنبولي، جبنه حادقه بتاع عشان تغير طعمها الولاد، طماطم، فلفل اخضر، جزر مبشور، وتبقى فكره تانية حلوه قوي للفطار. كل الكلام ده ممكن يتحول لسندوتشات. طيب، المعجنات من الحاجات اللي هي مش مكلفة خالص، وهنحسبها بقى مع بعض المعجنات واحنا شغالين عشان تقدروا يعني تعملوا ميزانيتكم في الوصفات. يعني وصفة زي دي مثلا اللي هي وصفة السميد اللي احنا عملناها مع بعض، انا هجمع لكم ان شاء الله كل، يعني مثلا ممكن اسبوع 10 ايام نعمل فيديو كده لمجمع لوجبات الفطار والعشاء. وصفة السميد دي من الوصفات السهلة جدا اللي هي مش مكلفة خالص. ده كان نص كيلو من الدقيق، عليه معلقة من الخميرة، عليها معلقة من السكر، ومجرد ان انا بس حطيت عليها مية وعجن. طيب، هنقسم العجينة بتاعتنا، كل واحدة سميد هتبقى عبارة عن 100 جرام. تمام، لو عايزة اكبر لو عايزة ادخل مفيش مشكلة. بتقطعيها على 2 زي ما انت شايفة كده، وبعد كده بتبتدي تعمليها زي الضفيرة. هتشوفوها معايا دلوقتي. انا حبيت في الفيديو ده احط لكم التفاصيل علشان اللي حابب يعمل الوصفة بعد ما يشوفها معايا. طيب، الوصفات كاملة هتلاقوها على قناتنا موجودة، وموجودة في اليوميات، تمام. وفي قائمة تشغيل اسمها وصفات، هتلاقوا فيها كل الوصفات. نيجي للخليط اللي احنا هننزل فيه، بيكون عبارة عن عسل اسود عادي جدا، بنخففه بمية. يعني ربع كوباية من العسل عليها مثلا معلقتين كده كبار من المية، وبنبتدي ننزل فيها السميد ونطلعه على سمسم. مش عايزة تعملي الخطوة بتاعت العسل دي، هيبقى لونه يعني هيبقى مش هو لان هي الوصفة السر بتاعها العسل ده. هو يعني مش بيخلي طعمها حلو، بس بيديها ملمس كده وطعم مقرمش زي ما بيقولوا. وصفة سهلة قوي، النص كيلو هيطلع لك 8 حجمهم كبير. وهوريكم برضو ازاي تستخدموهم في الفطار، تمام. بعد ما بنعملها زي شكل كده يعني ضفيرة بنجدلها، بنروح واخدينها منزلينها في العسل وبعدين في السمسم. السمسم ده هو لونه بني يعني متحمص جاهز. او انتي جيبي سمسم ابيض وحمصيه زي ما انتي عايزه. طبعا يعني لما بتعملي 8، كل واحد لو اخد واحده الصبح ولا حاجه بتبقى حلوه او مشبعه. خلي بالكم مشبعه جدا، بصوا شايفين شكلها حلو ازاي، وبتبقى من جوه بتندخ كده. العسل بيديها الملمس اللي حضراتكم شايفينه ده. تقدروا تفطروا بيها مع شاي بلبن، يعني هي اتكلفت نص كيلو دقيق بس خلاص، ومعلقتين من العسل، فيعني مش مكلفة خالص خالص. اصلا انتوا الخميرة بتشتروها من اول الشهر وبتقعد معاكم بالشهور. يعني انا بجيب علبة خميرة اللي هي بتكون تركي، بامباكيا اسمها تقريبا، وبتقعد في التلاجة بال5 و6 شهور، تمام كده. يبقى الوصفة دي تكلفك كام؟ لو احنا جايبين الدقيق نقول ب25، يبقى 12 جنيه، 15 جنيه خلاص. طيب، نيجي الوصفة اللي بعد كده، القرص زي ما قلت لكم تقدروا تعملوها بدقيق ابيض اسمر، تحشوها عجوة، تحشوها ملبن، جبنة بيضة، اي حاجة انتوا عايزينها. كيلو دقيق عليه تقريبا 300 جرام، 200 جرام، 250 جرام. اللي سألني 250 جرام يعني كوباية وربع او كوباية ونص. سمنة، كوباية سمنة مثلا وربع كوباية من الزيت.
وبس كده، ومعلقة برضو من الخميرة ومعلقة من السكر او معلقتين من السكر. بنعملها وبعدين بنشكلها على شكل القرص دي، وبعد كده بنسيبها بقى تخمر. يعني احنا بنخمرها بعد ما نشكلها. طبعا اي حشوة انتوا عايزين تحشوها احشوها. بتطلع بالظبط كيلو 800. يعني احنا لو قلنا ان احنا استخدمنا كيلو دقيق وكوباية مثلا سمنة وربع كوباية زيت، نقول مثلا ب20 جنيه 25 جنيه، يعني تقريبا اتكلفت 50 جنيه. عملت لك كيلو ونص، كيلو 800 من الايه، من القرص. تكفي طبعا جدا كذا يوم، مش اسبوع ولا حاجة. فبرضو دي وصفة حلوة جدا. تمام. ومش مكلفة، يعني خاصة لو انت بقى مش مستخدمة كمان سمنة بلدي، فخلاص مش هتبقى مكلفة خالص. بعتذر بس انا صوتي لسه ايه يعني ما رجعش، مع ان احنا بنشرب سخن كتير قوي، بس مفيش فايدة. معلش بقى. طيب الحاجات اللي هي معجنات، انصحكم جدا ان انتوا تحطوها في علب تكون محكمة. وتحطوا ما بينها كده اوراق من الزبدة او اكياس البلاستيك، وتبتدوا تحطوها في علب عشان تحافظوا عليها. اما برضو من الوصفات اللي هي مش مكلفة هي المعجنات. ان شاء الله وعدكم الاسبوع الجاي هنعمل برضو كيلو دقيق. برضو يعني هناخد سيستم الكيلو الدقيق ده، وهنطلع منه هتشوفوا كام وصفة، وهقول لكم على كل الحشوات اللي ممكن انتي تحشيها وتتخيليها. يعني منها المكلف ومنها للنص مكلف. يعني عايزة اقولك حتى لو انتي مكلفة الحشوة، مثلا لحمة مفرومة بالنسبة للمعجنات، يعني صدور فراخ، مش هتلاقوا كمية كبيرة. يعني مش هتحطوا مثلا نص كيلو لحمة ولا حاجة، لا طبعا. نيجي بقى لتقديم الحاجات، ودي الحاجة المهمة اللي أنا بحب دايما أعملها مع حضراتكم. يعني السميد ممكن نقدمه مع جبنة، مع بيض، مع سلطة، مع دقة، مع كوباية شاي بلبن، وكذلك القرص. كمان من الوصفات الحلوة قوي اللي إن شاء الله هعملها قريب معاكم هي وصفة الكوكيز. برضو ولا حاجة، برضو دي يعني 3 كوبايات دي بس على فكرة. تمام. برضو إن شاء الله هنعملها مع بعض. ممكن تحطوها في اللانش بوكس، ممكن انتوا تفطروا بيها، تتعشوا بيها. ففي افكار كتير جدا. برضو من الافكار الحلوة الفطير ده عملناه ب3 كوبايات من الدقيق. خلاص، وحطينا عليه مية وملح وسكر وعجناه، وبعدين حطينا زي نص كوباية زبدة بس، ورقنا بيها الفطير. هتلاقوه موجود على القناة برضو. بيطلع لك 8 فطاير محترمين جدا. شايفين حجمهم؟ تقدروا تاكلوهم كده بعسل، تقدروا تحطوهم مثلا ترش عليهم سكر بودرة، تقدروا تحطوا عليها ميكس اجبان وتدخلوها الفرن حاجه بسيطه تسيح كانها يعني فطيره عاديه. تقدري طبعا تقطعيها مربعات صغيره، وتسخنيها في الميكرويف، وتنزلي عليها لبن سخن، وتتاكل برضو جبنه، يعني حادق وحلو. شفتوا كام فكره في برضو 3 كوبايات دقيق؟ طيب تعالوا نخش بقى على وصفات الغداء. اول وصفة اللي هي الوصفة المكلفة اللي احنا نعتبر عملناها مكلفة، من فرخة كاملة. تمام. فدي الخليط ده احفظوه عندكم، خليط المشاوي ده هيعجبكم جدا، وهتستخدموه في اللحمة، في الفراخ، في اي حاجة. عبارة عن بصل، فلفل احمر، فلفل اخضر، طماطم، دبس رمان، معلقة من الصويا صوص، معلقة من الصلصة. تمام. بس كده. وبهارات المشاوي اللي احنا عاملينها مع بعض برضو هتلاقوها على القناة. انا حبيت النهارده اخلطه مع ايه، مع صينيه بطاطس، فحطيت تحته بطاطس وطماطم برضو وفلفل والحاجات دي. طبعا يعني هي مش شكل، هي الاكل طبعا. حطوا كده تحت الجلد الخلطه بتاعتكم. الخلطه دي تقدروا تعملوا بيها اوراق، تقدروا تعملوا بيها صدور بس بالعظم، صدور مخليه، اوراق مخليه. يعني اعتمدوها، خلطه المشاوي دي هتعجبكم جدا. تمام. هتلاقوا الفيديو موجود على القناة. من فرخة واحدة بس هنعمل وصفة حلوة جدا. وطبعا وزن الفرخة وعدد القطع اللي انت مقطعاها والكلام ده يتبع عدد افراد اسرتك. لو انت مثلا مش عايزة تجيبي فرخة كاملة وعايزاها تبقى مش مكلفة، هتجيبي لك مثلا كيلو اوراق ب70 75 جنيه، هيبقى حلو برضو جدا. واخده بالك ازاي؟ هنا عملت معاها رز بسمتي، وقلت لكم طريقته سهله جدا. بجيب بهارات برياني جاهزه، او ان شاء الله هنعملها مع بعض، وبحطها في ميه وعليها شويه من الملح، الفلفل الاسود، وخلاص. وبنزل عليها الرز البسمتي الاصفر. خلاص كده. شوفوا شكل الفراخ حلو ازاي، وجبه متكامله. يعني يعني مشبعه جدا. الواحد ياخد ده. وعملت سلطه زبادي، وعملت سلطه دقوس في نفس الفيديو، سلطه خضراء، شيبسي، بطاطس، اي حاجه. خلاص.
فيعني جربوا يا جماعة، الوجبات دي بتبقى حلوة والولاد بتحس انها شبه الوجبات اللي هما بيشتروها، آم، بالذات من المحلات السوري. تمام. فخدوا الفكرة دي ان احنا ابتدينا اهو المنيو الغدا بوصفة تقيلة شوية، خلاص كده. طيب تعالوا بقى نعمل وصفة تانية تكون مش تقيلة قوي كده. هنعمل قرنبيط مقلي. هتجيبي لك واحدة كده ب15 جنيه ولا حاجة. وهتبتدي، جبت مية، سلقتها، بتسلقوها في مية، ما تسلقوهاش قوي يعني. اهم حاجه ان انتوا ما تسلوهاش قوي. تمام. ميه ورق لورا وحبهان. هنا جبت ميه بس، هنا سلقتها 3/4 سلقه الكرنبيطه، وبعدين جبت هنا ميه مش لبن، وحطيت عليه بيضه وملح وفلفل اسود. ومثلا ممكن نحط بابريكا حمراء، شطه، ممكن نحط بصل بودر، توم بودر، بهاري بقى زي ما انت عايزه. وهننزل فيها الدقيق واحده واحده. وبننزل الخليط من الدقيق والنشا. يعني بحط دقيق وبحط معلقة من النشا، ومعلقة مليانة كبيرة مليانة من النشا، وبحط معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان القشرة تبقى مقرمشة وحلوة. تمام. وهننزل فيها الكنابيت ونقليه في الزيت او نقليه في القلاية الهوائية. بس نصيحتي لو انت هتقليه في القلاية الهوائية، خليط الدقيق ده ما بيحمرش بسهولة في القلاية. فلا، بعمل الخليط ده وانزله في بقسماط بعد كده، فبيطلع مقرمش وحلو. ان شاء الله هنعمله، يعني الكنابيت لسه نازل، فان شاء الله هنعمله مع بعض. برضو من الوصفات الحلوة جدا، تقدري تقدمي معاها مثلا كشري اصفر، تقدري تقدمي معاها كشري اصفر وبيض مسلوق لو عايزة ترفعي السعر. ممكن تعملي جنبها بدنجان مقلي وشوية بطاطس. تقدر تعملي جنبها مثلا طماطم مخللة. ويبقى يوم حلو وظريف ويعني وخفيف ومش مكلف. يعني هي الكنبيتة كانت ب15 جنيه، هتعمل غدوة. تمام. طب افرضي مش عايزة تقليه ولا حاجة، هتاخديه 3/4 سلقة، وتنزلي عليه الخليط ده بقى اللي هو بيبقى حلو يعني الصراحة قوي. وتنزلي عليه الخليط ده وتبتدي ايه تحطيه في صينية وتدخليه الفرن. ان شاء الله نعمله مع بعض. ده شكله اهو، بصوا بعد ما اتقلى حلو ازاي ومقرمش. حطيت عليه كزبرة خضراء، برضو بتديله طعم وبتديله شكل حلو يعني، وقيمة غذائية برضو ان الولاد اكلوا خضار. تمام. اهو شكله اهو. طيب ممكن كمان تعملوا جنبه، زي ما بقول لكم، كشري اصفر، بيض مسلوق. وممكن لا تكتفوا بان انتوا اتكلفتوا ال20 جنيه دي وخلاص، البيضه والكرنبيطه. هنا بقى الوصفه اللي بعد كده عباره عن خليط من محاشي. عملنا محشي ورق عنب كميه صغيره قوي، تمن كان عندي. وعملت كوسه وبدنجان وفلفل اخضر وعملنا كمان كان شويه ممبار عندي، وعملنا بدنجان مخلل. وحشينا كله وسوينا وزي الفل اهو. الممبار هنسلقه. وهتبقى برضو وجبة حلوة جدا ومن غير لحوم بقى الوجبة دي. الوجبة دي من غير لحوم، بس هنعمل جنبها مثلا سلطة زبادي بالخيار، سلطة خضراء اهو. بصوا بعد ما استوى المحاشي وعملنا اهو زي ما انتم شايفين الممبار، سلطة بنجر. فبقت وجبة متكاملة. طبعا الممبار استغنوا عنه عادي، بس انا عشان ايه، غالبا بيبقى عندي كده كيلو ولا حاجة بقسمه على مرات. وعملنا 2 سيرفيس من المحاشي. نص يتاكل مثلا على يوم والنص التاني على يوم تاني. برضو هتبصي لو رجعتي التكلفة، هتلاقي ان انتي الكوسة والبرنجان والفلفل ما تكلفوش مثلا 30 جنيه، 40 جنيه يا ستي بالخضرة. واحنا الرز كان عندنا من اول الشهر بنشتريه. وبرضو البنجر يعني 10 جنيه. والباقي مفيش، ما الورق العنب كنا مفرزينه. برضو حبيت ادخل وصفات تكون يعني مشبعة وصحية. زي الخضار ده عبارة عن بطاطس وبدنجان وبقية كرنبيت كانت عندي وكوسة وجزر، ورشتهم رشة زيت. ودخلتهم القلاية الهوائية. طب ما فيش قلاية هوائية، يبقى في صينية برضو في الفرن. فاهمين؟ ففي افكار كتير جدا. ممكن نعمل جنبه كشري اصفر، اللي هو بالعدس. ممكن نعمل جنبه مكرونة. ممكن لا الخضار ده ونعمل جنبه مثلا فراخ مشوية. بس انا عايزه اديكم نماذج كتير لاكل من غير لحوم او فراخ، وبرضه بيبقى مش مكلف. على فكره الفراخ بتبقى تكلفتها اقل، واللحمه لو استخدمت لحمه مفرومه بتبقى التكلفه اقل. يعني ممكن ده كله الخضار ده اللي انا عملته في القلايه الهوائيه، تاخديه، تمام، تحطيه في طاجن، تحطي عليه صلصه وتحطي عليه تمن لحمه مفرومه، والله مش اكتر. تمن لحمه مفرومه بس يدي طعم كده وريحه وخلاص، وتدخليه في فرن. ممكن لا تعمليه بشاميل. يوم تاني بقى عملنا فيه فراخ بانيه ومكرونه وشوربه عدس دي على فكره.
ومخللات وطبق من المخللات، برضو فكرة حلوة قوي. الغدا سهل وسريع ومش مكلف برضو. وكان في طبق سلطة خضراء على فكرة. طيب الفكرة اللي بعد كده برضو سهلة جدا، مكرونة سباكيتي. سلقناها وعملناها بالبشاميل اللي احنا عاملينه مع بعض في فيديوهاتنا، بودرة البشاميل. وحطينا عليه هنا ده بالمشروم بس، يعني هنجيب طبق مشروم ب40 جنيه هيعمل لنا 6 طواجن من دول. خلاص. ده هنا هم واحد بالمشروم، واحد كان عندي صدر فراخ مشوي واحد بس، يعني مش صدر كامل، جزء ريشة بس. فشوحتها كده وعملنا طاجن نجريسكو سهل وسريع ومش مكلف خالص. تمام. وخلطة البشاميل انا حطيت عليها كوباية لبن واحدة بس، ما حطيتش كوبايتين، والباقي كانت مية على فكرة. لان احنا خلطة البشاميل اللي عاملينها في البيت طعمها حلو جدا. جربوها هتعجبكم ان شاء الله، يعني احنا ان شاء الله هنعملها الايام الجاية مع بعض. برضو هتدخليه الفرن، عايزة تحطي عليه خليط من الجبنة الموتزاريلا مع الرومي ماشي. مش عايزة تحطي جبن خالص، حطي عليه بيضة زي اهالينا زمان ما كانوا بيعملوا. يعني اضربي مع البشاميل بيضة، او حطي البشاميل وبعدين اضربي بيضة بشوية لبن وملح وفلفل اسود وبابريكا حمراء، ودخليه الفرن ايه في الاخر كده وشه يتشوح، هتلاقي لونه بقى حلو جدا جدا وحمر. وبرده طاجن سهل ومش مكلف خالص. يعني برضو الوجبة دي تتكلف لها مثلا بالمكرونة، بطبق المشروم. احنا طبعا مش هناخد المشروم كله لان الطبق بيبقى كبير الصراحة، بس لو قلنا خدناه كله ب40 جنيه وكيس مكرونة ب20، يبقى اتكلفت 60 جنيه. هتعملي لك 6 طواجن من دول. خلاص. فلا يعني في وصفات حلوة وبتبقى جميلة، وتعملي جنبه برضو طبق سلطة خضراء، طبق شوربة، برضو تبقى وجبة متكاملة جدا ومغذية. وايه بقى الوحش فيها؟ ولا حاجة. واخده بالك ازاي؟ ممكن الخضار اللي حضراتكم شفتوه في المقطع اللي فات ممكن نحطه في طواجن كده. خلاص. ونحط عليه صوص بشاميل وندخله الفرن، برضو هيبقى طاجن خضار. فيبقى حلو جدا برضو، تاكليه جنبه عيش، تاكليه جنبه رز ابيض اللي بتحبيه، يعني فاهمه قصدي. ممكن بدل المكرونه تعملوه كوسه بالمشروم، يعني لو مش عايزين سعرات بقى كتير وكده. بصوا شكلها حلو ازاي. فاحنا عملنا يعني وصفات 60 و70، اغلى وصفه اللي هي اللي فيها الفرخه الكامله الصراحه. اهو. طبعا مش عايزه الجبنه موزاريلا، خلاص استغني عنها يعني. بس هي زي ما انتوا شفتوا كميه قليله جدا لكل طاجن يعني. الوصفة الأخيرة اللي هي احنا عملناها مع بعض هو صينية الايه أو طاجن الرز المعمر، سهل قوي. كوبايتين من الرز عليهم كوباية من اللبن وكوباية من الشوربة، أو كوباية ونص من اللبن وكوباية من الشوربة، يعني بياخد كوبايتين ونص. وبنحط فيه قطعة من قشطة اللبن اللي هو موجود عندنا، ونشغل الشواية. أول ما بيحمر بنطلعه ونبتدي ندهنه بالسمنة وندخله تاني. طبعا ده ممكن يتقدم مع طاجن بطاطس هيبقى حلو جدا، ممكن مع طاجن مسقعة هيبقى برضو ظريف جدا، وشوية برضو خضار وشوربة. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وخدتوا منه افكار وتوفير.